هلو يا حلوين، بحب دايما اغير حاجات في المطبخ تديني كده طاقة كده وتديني كده سعادة. ومفيش احسن من ان انا افكر اغير في المطبخ لاني دايما موجودة فيه. فكرت ان انا اجيب حاجات كده تساعدني برضو ان انا اشغل وقتي في المطبخ. مفيش احلى من ان انا اجيب الاذكار واجيب كده حاجات حلوة والزقها على التلاجة تفكرني دايما ان انا اذكر ربنا طول ما انا واقفة في المطبخ في الوقت اللي انا بكون مشغولة فيه. بصوا بقى الحاجات القمر اللي جبتها من مليكا ستور، حاجات تجنن، اسعار تجنن. بصوا بقى دي معموله كده مغناطيس بيتحط على التلاجة. طبعا يا جماعه في اشكال منها مختلفه بس انا اخترت الشكل ده، في اشكال زي ما انت عايزه. اول حاجه دي الاذكار، اذكار الصباح والمساء، وبعد كده كلمه مكتوبه كده اسم مطبخ ناني وشكلها يجنن. طبعا كان في اشكال مختلفه تماما فكل واحد يختار الشكل المناسب والالوان المناسبه كمان مع مطبخه. دي كانت لا حول ولا قوه الا بالله، وكمان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني بصوا دي كانت تحفه، ودي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا كانوا يجننوا وخلوا المطبخ يجنن. وطبعا دي هتساعدني جدا ان انا دايما اكون فاكره الاذكار، واكون فاكره كل الحاجات الحلوه دي في المطبخ. ومش بس كده، قررت اجيب لنفسي هديه تكون حاجه كده تجنن من عندهم برضو. بصوا بقى السلسله القمر دي، ما كانش فيه اغلى من اسم ابني احطه على السلسله. طبعا يعني زي ما انتم شايفين كده كلمه يحيى تجنن. ماتيريال السلسله تحفه بجد بجد ولونها فظيع. الماتيريال يجنن، وعجبني كمان ان السلسله الحبل بتاعها تخين كده مش هتتقطع بسهوله. كانت حلوه قوي قوي، هديه تجنن لكل الناس اللي انتوا بتحبوهم، ان انتوا تجيبوا الاسامي اللي هم بيحبوها. يعني تقدري تجيبيها لصاحبتك، تقدري تجيبيها لخطيبك، تقدري تجيبيها لجوزك او تجيبيها لنفسك زي كده. ومش بس كده، يحيى حبيبي ما اقدرش استغنى عنه طبعا. جبته كمان في الكوستر ده، عملت لي صورة يحيى كده وجنبه حرف ان. يجنن بجد، مليكا ستور عندهم حاجات تجنن وافكار هدايا تجنن. واخر حاجة بقى كانت الميدالية القمر دي والشين. صورتي انا ويحيى واحمد من الصور اللي انا بحبها جدا، فعملتها على الميدالية كده. حلوة جدا جدا جدا. هتلاقوا افكار هدايا كتير جدا، هتلاقوا عندهم حاجات حلوة قوي قوي قوي. لازم كلكم تدخلوا اللينك وتشجعوهم، وبجد بجد هتتبسطوا جدا من الاسعار عندهم، والمعامله كمان كويسه جدا. هسيب لكم اللينك، ولازم كلكم تجيبوا حاجات المطبخ زيي. باي باي.